السلام عليكم. شنو يعني الدراسة الموازي؟ الموازي أو القبول الخاص هو إنه أنت تشتري درجات من الدولة حتى تدخل كلية ما مؤهل تدخلها بمعدلك الحقيقي. زين شلون؟ باوع. لنفرض إنه أنت معدلك 96 وتريد تدخل طب عام بجامعة بغداد، راح تشتري 3 درجات من الدولة وحيصير معدلك 99 وراح تقدم على طب عام بجامعة بغداد. باوع. هسه انت راح تجي وتقول لي اني من اشتري ذني الدرجات او شلون راح اشتريهن؟ باوع. وزارة التعليم حتفتح بوابة للتقديم الموازي، تقدر تقدم بيها. هاي البوابة اسمها قناة القبول الحكومي الخاص. انت تقدم وهم يضيفوا لك الدرجات تلقائيا حسب الكلية اللي راح تقدم عليها. اقصد بالكلية اللي راح تقدم عليها، مثلا انت راح تقدم على المجموعة الطبية راح يضيفوا لك اوتوماتيكيا 3 درجات، واذا قدمت على الكليات الهندسية حيضيفوا لك 4 درجات، واذا قدمت على كليات العلوم حيضيفوا لك 5 درجات، واذا قدمت على باقي الكليات او المعاهد حيضيفوا لك 6 درجات. زين هسه انت راح تقول لي اني اقدر اشتري درجة واحدة بس، هنا اني ما محتاج 3 درجات وليش اصرف فلوس زايد؟ اقدر اشتري بس درجة واحدة؟ لا حبيبي ما تقدر، لازم تشتري 3 درجات. زين الدفع شلون راح يكون؟ راح يكون سنوي على شكل اقساط، يعني كل سنة تدفع مثلا 4.5 3,750 حسب الكلية اللي راح تقدم عليها. هسه انت راح تقول لي اكو فرق بيننا وبين اللي مقبولين حكومي ببلاش؟ لا حبيبي ماكو فرق. انتو اثنيناتكم راح تتعينون سوية واثنيناتكم نفس الشهادة واثنيناتكم نفس الدوام صباحي، كل شي نفس الشي، الفرق انه انت تدفع فلوس وببلاش. اخير شي راح تقول لي الاسعار ايش قد؟ زين باوع. الطب العام 4 ملايين ونص بالسنة، طب الأسنان 3,750,000 بالسنة، الصيدلة 3,250,000 بالسنة. وهاي الأقساط تقريبا بالسنة تكون على شكل دفعتين 3 دفعات حسب الجامعة اللي راح تقدم عليها.